كاين أمر مهم جدا يغفل عنه الكثير من الناس وخاصة النساء، وهو استحضار النية عند إرادة بداية حفظ القرآن، أن يخلص النية لله. الإنسان كيحب يبدأ في هذه العبادة العظيمة الجليلة اللي هي حفظ القرآن، يجب عليه أن يستحضر النية ويعالجها، أن تكون خالصة لوجه الله، أن أحفظ هذا القرآن لأقف عند حلاله وحرامه وأتدبره وأعمل به وأقرأ به وأقوم الليل به إلى غير ذلك، وأعلمه إن استطعت، فيكون لي شفيعا في القبر ويوم القيامة، ويرفعني الله به درجات في الجنة، فيقال للحافظ اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية، كما كنت تقرأ في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وحتى إذا حفظته لأبنائك نفس الشيء، تستحضر النية أنك أنت يعني تذهب بابنك إلى الكتاب والمدرسة القرآنية لوجه الله، وليس ليراه ابن خالته وابن عمه وليذهب به إلى قناة الشروق ومزامير داود وكذا وليراه الناس وليعجب به. أنت تستحضر النية أنك تحفظ ولدك لوجه الله ولينفعه الله بما علمه وينفع به المسلمين وبلده، وهو تقول له وتفهمه وترسخ له هذا المعنى باللين وأحيانا بالشدة، أنه لوجه الله، ما نحبكش نعترك، ما نحبكش تقول أنا خير من الخاتم، ما نحبش، وتنصح الأهل أنهم لا يفعلون هذا، لأن النساء يقعون كثيرا فيها. أنا إحداهن قالت لي أنا ما نسمعش الدروس، علاه؟ قالت لي أنا مقبلة على حفظ القرآن، أنا صحابتي كامل حفظوا والأخوات كامل حفظوا وأنني ما زلت في جزء عام. هذه كارثة، هذه مصيبة، يعني العمل تاعك راح هباء منثورا. تستحضر النية، هذا أمر خطير جدا. وكيف يتأتى لك ذلك؟ بدراسة العلم، يعني كتاب التوحيد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، تسمع لأهل العلم في هذا الباب، هذا باب خطير جدا. قيل لأحد أهل العلم كان معه صاحبه فمرت بهما جنازة فقال دعنا نشهد، يعني الجنازة، فقال له اصبر لحظة ثم قام، قال رأيتك توقفت لحظة، قال عالجت نيتي، لأنه عالم، قد يقال جاء العالم الفلاني في جنازة فلان ويعجب هو بنفسه، صحح نيته لوجه الله ثم مشى. لذلك الإنسان يستحضر هذا الأمر، هذا يقع كثير فيه الناس تيك توك. والإنسان الذي يحفظ كتاب الله ما يطلعش يقرأ فيه باللايفات، حتى لو جاء الشيطان وقال وقت نعت للناس صعيب الأمر هذا. روح القناة في تليجرام في واتساب، معليش في تيك توك دير، بصح الأمر خطير جدا. الإنسان يعني يثبت روحه في مسألة النية، خاصة في الطلب بالعلم والقرآن، لأنه سيلازمك لمدة طويلة في حياتك كاملة. أو مش صدقة، مثلا جاك الشيطان، فاتوا عليك ناس قلت والله غير شافوني صدقت دينار، يعني وقعت في وبال أمرك أنك أنفقتها رياء، قد تكون سببا في عذابك يوم القيامة، لكن قد يغفر الله لك وهذا عمل مفات. لكن أنه القرآن يعني يبقى معك حياة كاملة مبني على الرياء والسمعة والعجب وحب الدنيا والتأكل به. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال أكثر المنافق أمتي قراءها، وبعض الصالحين قال كم من حامل للقرآن والقرآن يلعنه. الإنسان رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. الإنسان يستحضر هذه النية، بارك الله فيكم، ويحذر يحذر 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 من هذا الأمر. والسلام عليكم.